ازاي بنعمل تناقص في الغرزة العدلة بشكل بسيط جدا. في 2 من انواع التناقص، تناقص بسيط وده مناسب جدا للناس المبتدئة، وتناقص تاني برضو بسيط ولكن في البعض بيتلخبط منه، فهو مناسب للناس المتوسطين والمحترفين في الكروشيه التونسي. هعلمكم الطريقتين. اول طريقة ودي اسهل طريقة ممكن تستخدميها، بتدخلي في قلب الغرزة يبقى معاكي 2 وتطلعي بواحدة، وكده انتي عملتي تناقص. التناقص ده احنا استخدمناه في البلوفر ده واستخدمناه في حاجات تانية كتيرة، ودي كان طريقة بدائية تقدروا تلاقوا البلوفر ده تنفذوه، تلاقوه موجود في صندوق الوصف. في طريقة تانية من التناقص، ايوه في طريقة تانية من التناقص ودي سهلة جدا ولكن احيانا بتلخبط بعض الناس. بدخل في الغرزة والغرزة اللي بعدها كأني هعمل 2 غرزة بسيطة كده مدموجين، وهروح على طول ادخل واسحب اطلع من الاتنين. كده انا دمجت غرزتين كأنهم غرزة واحدة، تمام. وارجع بعدين استكمل الصف بتاعي عادي. ده بالنسبة لأول الصف. زي ما انتم شايفين الغرز بتكون مضمومة بالمنظر ده، وده حلو قوي وبيخلي كمان شكل النسيج منظم اكتر. اوريكم الطريقة في نهاية الصف. الطريقة في نهاية الصف ان كنا بناخد اخر سلسلة كده نسحب ونعمل برضو منزلقة. دي الطريقة البدائية او الطريقة اللي هي التقليدية خالص للناس اللي ملهمش او اول مرة يشتغلوا كروشيه تونسي. ولكن الطريقة اللي هي احترافية شوية، بندخل برضو هنا وبنروح ناخد السلسلة بتاعت نهاية الصف بالشكل ده ونسحب ونطلع من الاتنين مرة واحدة. كده انا عملت تناقص في نهاية الصف، وبرتفع سلسلة او مرتفعش على حسب الحاجة اللي انا بنقص لها، وارجع اسحب كل 2 مع بعض وبس. خلاص كده عرفنا طريقة التناقص في اخر الصف وفي اول الصف بالنسبة للغرزة العدلة. بالنسبة لغرز تانية برضو بتكون مختلفة، بس بالنسبة للغرزة العدلة اكتر غرزة اساسية واكتر غرزة المفروض تتعلمي عليها كل حاجة. لو لسه اول مرة تشرفونا، انا كريستال بعلمكم هنا كروشيه تونسي، مكرمية، تريكو، وحتى الكروشيه العادي. مع السلامة.